أحسن الله عليك شيخنا. بس هو صرفنا عن الفستان الأبيض يا عم. نعم، بعض الدعاء يقول أن هذا من عادات النصارى ويحذر الزوج، يقول إياك أن تجعل زوجتك ترتدي ليلة الزفاف فستان أبيض. ما التوجيه في هذا؟ التوجيه أولا لسنا بالمؤرخين حتى نعرف أصل الفستان الأبيض في الزفاف ماذا. ولكننا نعرف أنه عرف ساد الآن لجميع المسلمات إلا القليل النادر أنهن يلبسن فستانا أبيض. فلم يصبح شيئا خاصا بأهل الشرك ولا بالنصارى، لكننا نعرف الآن أن العباية السوداء والعمامة السوداء والصليب في العنق ده زي القساوسة، معروف لا نتشبه بهم. لكن الآن هل نستطيع أن نقول إن الفستان الأبيض شيء خاص بالنصارى؟ أو سمت عموم المسلمين الآن؟ وبعدين هل يشرع أن تكون هناك ثياب جيدة بهيجة للعروس أو لا يشرع؟ عندك السؤال. لعلي يعني آتي بحديث ليس صريح، حديث أسامة لو أن أسامة جارية لجملته حتى أنت تتاجر في ثياب العرايس، فيعني لا يمكن تتحفظ عشان لا تروج للسلع، لكن يجوز. نعم، الرسول قال لأسامة لو أن أسامة جارية لجملته لحلوته. يعني لا، في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لبعض التابعين انظر إلى ثوبي هذا، انظر إلى هذا الثوب وانظر إلى جاريتي هذه، إنها تستنكف أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره مني. يعني كان في عهد الرسول أي واحدة تريد تزفل زوجها تستعير هذا الثوب مني. الآن الدنيا واسعة، اتسعت والفتوحات والفلوس كثرت مع الناس، والجارية الأمة رفضت تلبس. يعني يجوز التزين والتجمل للعروس، لبست أبيض لبست أخضر. افترض البنت قالت دمي خفيف في الثوب الأخضر، ما فيش أي مانع. ثياب أهل الجنة، أو أصفر تسر الناظرين. هي تخرج بهذا لا إنكار على لبسها لهذا في بيتها بين النساء. شوف يا أبا أويس احذر، لم نتكلم على أنها تخرج بهذا الثوب أمام الرجال، ده فتنة موضوع آخر. الواقع اللي احنا بنتكلم عليه يمكن في بلدكم يا أبا أويس، لا منتشر في الجمهورية في وسط العوام، لكن في وسط الصالحين لا. في وسط الصالحين لا. هناك أسر تتابعنا الآن، فلعل الشيخ وجه رسالتك لهم يا عمرو، ماذا تريد أن تقول لهم؟ لا، هو نريد بيان منك شيخنا أن المقصود بالتزين وبالفستان الأبيض ندخل السرور على الزوجة بين النساء ولزوجها، لأن البعض بين النساء ولزوجها. نعم، لكن لعل بعضهم يفهم أن الأمر على إطلاق تخرج في الزفة. يعني هل يفهم عاقل يا أخ عمرو أننا نقول إن المرأة تخرج بأبهى زينتها للناس الأجانب؟ ما يقول إلا ديوس، ظن بنا الحسنى. نحن لا نظن بك إلا خيرا يا شيخنا، لكن لعل أحدهم يعني يستل كلمة ويبني عليها، يقول الشيخ حل كذا وأفتى بكذا. قد استلوا من كتاب الله واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. نعم. الزوجان بهذه الثياب ده مشهور في الواقع. يتصوروا تصوير بهذه الثياب العارية ويعرضوها على الناس، وبعض من قل دينه وقل حياؤه يضعها في غرفة الجلوس، يضع صورته وصورة زوجته أثناء زفافها ووضع يده على متأبط لها للداخل والخارج. هذا من لا يجوز وحرام. لكن لو كان الاحتفاظ به أراد أن يحتفظ به. مشكلتك أنك من أبي كبير، ونعرف أن أبو كبير هذه بلدة محافظة، النساء فيها العوام يلبسن الأسود،
العوام يلبسن الأسود. لكن التصوير فأنت أظنك انتقلت منها. لا لا انتقلت منها فعشان كده هو في الإسماعيلية لا يا شيخ. جنب البحر. لا